السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتهت اليوم مباراة النادي الأهلي مع الاتحاد السكندري بفوز النادي الأهلي 2-1 عن طريق أشرف بن شرقي وأحمد مصطفى زيزو. آه عندي تعقيب بسيط بس عن ماتش النهاردة يعني سريعا. الحكم النهاردة أداؤه غير جيد بالمرة. شخصية الحكم غير جيدة. بينفعل بيتعصب على اللعيبة بيتكلم مع اللعيبة وبطريقة مش كويسة أثناء الماتش حتى بين الشوطين واللعيبة خارجة. كان لعيبة الأهلي أو لعيبة الاتحاد بيتكلم مع كلا اللاعبين بطريقة غير جيدة بالمرة. مش عارف مين اللي قال له يعمل كده. انت كده مش هتبقى حكم كويس، مش هتبقى حكم جامد يعني. تمام. النادي الأهلي عنده مشاكل في الدفاع رهيبة. مشاكل محتاجة تتحل، لازم نبص للمشكلة ونعالجها، ما نتفسش راسنا في الرمل زي النعام. عندنا مشاكل في الدفاع، عندنا مشاكل في الدفاع. ما ينفعش المشاكل دي تبقى عندنا، ما ينفعش. عدد الاهداف ان انت كل ماتش بيدخل فيك هدف بيدخل فيك هدفين وانت طلعت بكام ماتش بس اللي هو كلين شيت. مش ده النادي الاهلي كان بيبقى على مدار موسم كامل بيشارك في كذا بطولة ما بيدخلش في عدد الاهداف دي كلها. فان انت لسه في بداية مشوار الدوري والبطولات التانية فبيدخل فيك عدد الاهداف دي كلها، ده مشكلة في خط الدفاع واكيد بس مش خط الدفاع لوحده، واكيد برضه بيبقى فيه اخطاء من حراس المرمى ان كان الشناوي او شوبير لان هما اللي بيلعبوا مفيش غيرهم. فمحتاجين ندعم خط الدفاع زي ما احنا محتاجين ندعم خط الهجوم، راس الحربة تحديدا. بعد ما فقدنا وسام ابو علي احنا عندنا دلوقتي جراديشار، عندنا محمد شريف مفيش غيرهم. حمزة عبد الكريم المهاجم اللي تحت السن في مع منتخب الناشئين تحت 17 هيلعب بطولة كأس العالم اللي في قطر. فانت ما عندكش دلوقتي محمد شريف بعد اصابته، ما عندكش غير جراديشار، يا اما زي ما حصل النهارده انت بتوظف لعيب تاني ان هو يلعب في المنطقه ديت زي ما خرج جراديشار ونزل طاهر محمد طاهر. طاهر ممكن يلعبها ولعبها قبل كده كتير يعني، بس مش هيبقى مطلوب منه شغل كتير يعني. البدني عند اللعيبه سيء للغايه. كان الله في عون المدرب، واخد تركة من ورا مدرب مش كابتن عماد النحاس طبعا. كلهم استلموا من ورا ريبيرو، فرقة البدني بتاعها ما كانش، انا مش عارف مخطط الاحمال اللي كان مع الراجل ده كان بيعمل ايه. مفيش اي تخطيط احمال، مفيش اي احمال للعيبه. البدني بتاع اللعيبه واقع جدا. فكان الله في العون يعني. كابتن عماد النحاس ادى مهمه على اجمل وجه، نشكره ونحييه الف تحيه. وده المعتاد من شخصيه محترمه زي الكابتن عماد. كان راجل وهو لعيب، ولما النادي الاهلي بيحتاجه هو احد ابناء النادي المخلصين. ف المدرب بقى عنده تركة تقيلة جدا. البدني للعيبة عايز يعالج المشاكل الدفاعية، عايز يعالج المشاكل الهجومية برضو، لأن أنت في كور كتير ما بتخلصهاش وتبقى قدام الجون وما بتنهاش كويس. ممكن كرة عندك تيجي في عارضة تيجي في قائم زي ما حصل النهاردة مع تريزيجيه بصراحة. اللعبة والار2 اللي عملها والفينش جميل جدا، بس هي في النهاية حظ جاته في القائم. ده سوء توفيق من اللاعب، معلوش غلطة. برضو في بعض اللعيبة عليها برضو أدائها عليه علامات استفهام. أحمد نبيل كوكا كويس إن هو خد طرد النهاردة بصراحة عشان يريح شوية. شكري رجع من الحمد لله من إصابة. شكري عليك شغل كتير. فرصتك تمسك فيها بإيديك وأسنانك. أنت لعيب مفيش غيرك يعني. أنت يعتبر فعلا الباك ليفت المفروض يبقى في النادي الأهلي. مفيش غيرك يا حبيبي في النادي دلوقتي. احمد نبيل كوكا هو مش باك ليفت، هو بيتوظف باك ليفت لكن ده مش مركزه يعني. جينا للحق يعني. فاتمنى اللعيبه تركز اكتر من كده، الفينش يبقى احسن من كده. التمركزات الدفاعيه ياسر وياسين مرعي مش عايزين الاخطاء اللي ملهاش لازمه اللي ممكن تخسرنا. تصريح المدير الفني النهارده ان الهجوم ممكن يكسبك مباريات بس الدفاع اللي يكسبك بطولات، عنده حق فيه مليون في المية. نتمنى له التوفيق ان شاء الله في الماتشات الجايه. كان الله في العون، داخل على ماتشات مهمه وعندك كاس السوبر قرب. فبالتوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي فيما هو قادم. السلام عليكم.